لو حصل وانا احتجت ان انا اعيش بره بلدي بعيد عن صحابي وقرايبي والحاجات الفاميليار، بيجي لي شعور بالوحده. فرق ما بين ان انا ابقى لوحدي وان انا ابقى وحيد كبير قوي. وحدي ده بيبقى اختيار. انا مبسوط بقعدتي لوحدي، مبسوط بان انا بتمشى في الشارع لوحدي، ان انا بتفرج على التلفزيون لوحدي، ان انا بقرا كتاب لوحدي، مبسوط ان انا بشرب قهوه لوحدي. ده شعور بالوحده، هو شعور ان انا مش متشاف، ان انا ماليش حد، مفيش حد بيسأل عليا، انه مفيش حد يهمه وجودي من عدمه. ان انا ابقى مبسوط بوحدتي دي حاجه صحيه جدا جدا، انما ان انا احس بالحزن والاكتئاب ان انا لوحدي دي حاجه محتاجه اشتغل عليها. بمعنى ان انا لما ابقى عايش بلد بره بلدي محتاجه اتعود انه طيب انا مش محتاج اطبق ثقافتي بالظبط، ان انا محتاج اتعلم الثقافات الاخرى واتعامل معها ويبقى عندي صحاب. الصحاب مختلفين قوي عن الاهل، والصحاب ليهم ضروره مهمه جدا. يعني في دراسات ونظريات كتيره بتقول انه لو عندك صحاب نسبه انك تعيا تنزل 50%، ولو عندك صحاب نسبه انك تخف لو عييت تعلى 50%. فبالتالي محتاجه اتعلم انه يبقى عندي صحاب، مش لازم نفس الافيهات بتاعتنا، مش لازم نفس طريقه الهزار، انما انا هيبقى عندي صحاب شكلهم مختلف، صحاب معايا في الرحله دي، صحاب معايا في الوقت ده، هسمعهم اكتر من ما هتكلم، هيبقى في تعود لوجودي في وسطهم، هنخرج مع بعض خروجات اللي تناسبني، هنتكلم مع بعض في المواضيع اللي تناسبني، هشرب طريقه تفكيرهم، وهتعلم انا يبقى ليا انبوت في حياتهم وهم ليهم انبوت في حياتي لغايه الحته اللي انا مرتاح فيها. بس يبقى ليا ناس، يبقى في حد بروح معاه حتت، يبقى في حد لو غبت يقول لي انت فين، لو في حد عييت هيعمل لي الشوربه ويجيبها لي. مش محتاجه اقفل على نفسي عشان ابقى في حته سيف، بالعكس محتاج يبقى عندي صداقات كتير، لانه ده بينمي شخصيتي، لانه ده بيثبت ثقتي في نفسي، لانه ده بيكبرني بطريقه انا محتاجها.